بيان باسم أهالي المخيمات في منبج وريفها. باسم قاطني المخيمات في منبج نرفض كافة التهديدات التركية على مناطقنا في شمال وشرق سوريا التي تهدف إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية، مما يزيد معاناة أهالي المنطقة لا سيما من يقطنون المخيمات. كما أننا لا نقبل سياسة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها الاحتلال التركي، ونحن كشعوب نبحث عن العيش بكرامة، ونحن كنازحين واجهنا الكثير من الويلات جراء الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات، ونؤكد أنه يجب على جميع الأطراف الدولية المعنية بوقف العدوان التركي على الأراضي السورية أن تأخذ دورها الحقيقي في الحفاظ على استقرار المنطقة، إذ أننا كنازحين في المخيمات وفي حال حدوث أي استهداف للمنطقة ستشهد موجة نزوح جديدة وغير مسبوقة، لا سيما نحن من أجبرنا التهجير من مدننا وقرانا. وفي النهاية نطالب المجتمع الدولي بأكمله بأن يخرج عن صمته تجاه ما يرتكبه من جرائم بحق الشعوب المنطقة، وأيضا منظمات حقوق الإنسان التي تعنى بسلامة الإنسان أيا كان وحيثما كان. ونؤكد أيضا على ضرورة الدفاع ووقوفنا كشعوب المنطقة كافة بوجه كل من يحاول احتلال أي جزء من أراضينا. 1/12/2022. عاشت سوريا حرة وديمقراطية.